قتيل وجريح حصيلة صعق كهربائي بالجماعة القروية تفروين بإقليم الحسيمة. الحادث وقع عندما كان الضحية منهمكا في أشغال البناء على مقربة من العمود الكهربائي، حيث توفي متأثرا بالصعق الكهربائي، بينما أصيب شخص آخر في الحادث عندما كان يحاول إنقاذ الضحية. إلى مكان الحادث يشير هذا الشاهد الذي عاين مأساة مقتل عامل بناء صعقا بالتيار الكهربائي وإصابة آخر بحروق. هو منزل في طور البناء لا يفصل عن أسلاك كهربائية من الجهد المتوسط سوى أقل من مترين. تماس قضبان حديدية بالأسلاك سبب الصعق. غادي نخرج اسم الله هو تفاد الدار اللي وقع فيها هذاك الحادثة. خرجت غادي نشوف ديريكت للدار، تنشوف عاود لاماس الثانية، واحد الضربة الثانية تشعل النار في هذاك الكابل ديال الضو. صافي داك الشيء صافي، ديك الضربة الثانية ديك الضربة عاود ثاني حتى هي شعرت بها بحال يضرب لي الضو، فهمتي؟ طاحوا لي الكتاب. في الحقيقة سبب الحادث هو قضبان الحديد التي تماست مع الأسلاك الكهربائية لتتسبب في مقتل عامل بناء رحمه الله وإصابة آخر بحروق ونقله إلى المستشفى. صاحب المنزل لا يزال تحت وقع الصدمة، اعتذر عن التصريح ليصطحبنا قريبه إلى سطح المنزل. تداخلت عوامل كثيرة في الحادث كعدم توفر شروط السلامة عند عمال البناء وقرب أسلاك من سطح المنزل بتيار كهربائي تصل قوته إلى 22,000 فولت. هذه ليست مشكلتنا وحدنا، كثير من السكان يعانون من نفس المشكلة. أطلب من الجهة المختصة أن تحول مسار هذه الأعمدة والأسلاك الكهربائية بعيدا عن المنازل. الله يجزيهم بخير. مرخصا هذا صاحب المشروع كان عليه يتوجه للمكتب الوطني للكهرباء من أجل تقديم طلب لتغيير مسار هذه الأعمدة وهذه الأسلاك الكهربائية. وفي هذه الحالة المكتب الوطني للكهرباء يقوم بدراسة كتعطى الزبون في ظرف لا يتعدى 24 حتى 72 ساعة، واللي بدوره كيسلمها لواحد المقاولة متخصصة مؤهلة من طرف المكتب الوطني للكهرباء. هذا الحادث الذي وقع بدوار أيتفاس ببلدة بني معياش نواحي الحسيمة فتح الباب لطرح إشكال خطر وجود أعمدة كهربائية بجهد متوسط قرب المنازل والدور السكنية. إشكال بحلين: الأول منع البناء بمحاذاة الأعمدة والأسلاك الكهربائية، والثاني تحويل مسار هذه الأعمدة منعا للصعق.